قصتنا النهارده بتبدأ في القرن ال21 وبنشوف سفينة بتقرب جاية من الأرض لكوكب تاني اسمه كارباثيا، وبيرجع مستكشف مشهور جدا اسمه ميشيل هوبن من آخر رحلة كان فيها، وبيقابل الرئيس تيت ومديرة الأمن ستيلا اللي بيطلبوا منه يسلم السلاح اللي معاه لأن ده مخالف لقوانين المستعمرة بتاعتهم، وبيسيبهم تيت وبيمشي لما بيلاقي رسالة جايه له من سفينة فضائية، ومش بياخد باله إن ميشيل ما نفذش الأمر بتاعه واتجاهله كمان، وبيتواصل تيت مع قائد السفينة وبيفهم منه إن هيكل السفينة اتدمر خالص وإن درجة الحرارة في السفينة هترتفع جدا أول ما تدخل الغلاف الجوي، وبيبدأ يشرح لهم قد إيه الحياة على الأرض بقت صعبة جدا، وبيحذروا تيت إن في عواصف هتحصل قريب في الكوكب اسمها العواصف البيضاء، وبيطلب منه ياخد باله الفترة الجاية. وفي الوقت ده بيرجع ميشيل لبيته وبيلاقي مراته كارينا وابنه في استقباله، وبيأكد لها إن كل حاجة خلاص بقت جاهزة، وبيبان إن في سر بينهم وإنها فاهمة هو بيتكلم عن إيه بالظبط، وبتكون قلقانة جدا على ابنهم. وبتقعد ستيلا في الوقت ده مع المساعد بتاعها كاس، وبتعرف منه كل الأخبار اللي موجودة عن السفينة اللي جاية، وبتحاول تعرف عيلتها مع الناس اللي جاية دي ولا لأ. وبتتكلم كارينا مع ميشيل لوحدهم وبتقول له إن عمرها ما خرجت بره المدينة خالص وخايفة تغير حياتها في لحظة كده، وبيأكد لها ميشيل إن كل حاجة هتتغير للأحسن وإنها مش لازم تقلق خالص، وبيطلب منها تثبت له إنها مش هتخون الاتفاق اللي بينهم أبدا. ولما بتخرج وبتسيبه بيلاقي في حاجتها ملف مخفي وبيغضب جدا. وفي الوقت ده بتلاحظ كارينا وصاحبتها مورجان إن في واحد اسمه دي جي تيبور بيبيع مواد مخدرة ممنوعة وبيحاولوا يقبضوا عليه متلبس، وقبل ما يعملوا كده بتبدأ العاصفة وبتكون شديدة جدا، وبتقدر صاحبتها تهرب بسرعة بس هي مش بتلحق تدخل المخبأ، وبتحاول تمسك نفسها بأي طريقة لحد ما العاصفة تهدى شوية، وفجأة بيضربها حد على راسها وبيغمى عليها، وبتتنقل على المستشفى وبيبدأوا يبلغوا جوزها باللي حصل علشان يجي، وبيحس تيد بالذنب لأن هو اللي طلب من كارينا تتجسس على ميشيل، وبتفكر ستيلا إن ميشيل حاول يخون البلد ويدمر كل اللي بنوه السنين اللي فاتت. وبعدها بشوية بيتواصل تيد مع الناس اللي موجودة على السفينة اللي جاية، وبيشرح لهم إنهم عملوا مجهود كبير جدا لمدة 10 سنين كاملين علشان يبنوا المستعمرة دي، وإنه مش هيسمح لأي حد يجي يدمر اللي عمله ولا يفكر يبوظ النظام بأي طريقة. وبتروح ستيلا تتكلم مع كاس ومش بتكون مصدقة إن ميشيل هو اللي عمل في مراته كده بعد ما شافوا كاميرات المراقبة، وخصوصا إنه أول واحد قدر يلاقي أعشاب طبيعية على الكوكب واكتشف كمان المية اللي موجودة. وبتطلب من كاس وفلور يدوروا عليه في كل مكان، وبيروحوا يقنعوا جاك قائد الكشافة يساعدهم، لكن هو بيرفض يخون صاحبه مهما حصل. وبيتصدم كمان لما بيعرف إن كارينا خانت جوزها وبيشوف إنها تستحق اللي يحصل معاها. ولما بيمشوا بيطلب منه ميشيل يديله شوية إمدادات لأنه لازم يمشي من هنا، وبيتفق معاه يقابلهم عند البحيرة في وقت معين. وبتقرر فلورا تحط أمن قدام أوضة كارينا لأنها بتحس إن حياتها في خطر بسبب اللي حصل. وبيتكلم قائد السفينة مع تيت وبيبدأ يقول له على أسماء الناس المهمة اللي موجودة معاهم على السفينة، ومن ضمن الأسماء اللي بتلفت نظره هو يوليوس برجر. وبيقلق تيت جدا ساعتها لأن الراجل ده هو اللي كان بينظم برنامج الإخلاء على الأرض، وبيقدر كمان يأثر على الناس بطريقة غريبة جدا. ولما بيرجع الأوضة بتاعته بيلاقي ميشيل مستنيه جوه وبيلومه لأنه أجبر مراته تتجسس عليه ووقع بينهم، وبيشوف تيت إنه عمل جريمة لأنه كان بيخطط يعمل انقلاب ويبوظ البلد. وبيتخانق ميشيل معاه وبيفكروا بالناس اللي رماهم بره السياج وإن مفيش أي حد فيهم هينسى اللي حصل أبدا، وبيأكد له إنه هيمشي وهيروح يعيش معاهم ويعمل بلد من أول وجديد بما إنه تخلى عنهم. وبيدخل عليهم الحراس فجأة وبيضطر ميشيل يضرب 2 منهم علشان يهرب، وبيأمر تيت كاس إنه يدور عليه ويجيبه بأي طريقة في أسرع وقت ممكن بدل ما يعمل مصيبة. وبيكتشف كاس إن ميشيل أخد ابنه هرب، وبيروح جاك يقابله وبيحاول يحذره إن الكل بيدور عليه، وبيشوف إن الناس مش مستعدة لسه لخطوة زي دي، بس ميشيل بيرفض يقتنع بكلامه وبيضغط عليه علشان يجيب المجموعة ويقابله عند البحيرة. وبيروح جاك بعدها لمركز الأمن، وفي نفس الوقت بيمشي كاس وفلورا ورا ميشيل، وبيقعد ميشيل مع ابنه في خيمة لحد الصبح جنب البحيرة، وبيحكي تيت لستيلا عن كل اللي حصل بينه وبين ميشيل من شوية والكلام اللي قاله عن الناس اللي بره السياج، وبتتصدم إنه عارف حاجة زي كده. والغريب إن تيت بيتعرف على القائد أكتر وبيبدأ يتكلم معاه بكل صراحة عن حاجات كتيرة جدا، وبيشرح له إن أول ما وصلوا على الكوكب اتصابوا كلهم بفيروس ومات أطفال كتيرة جدا كانوا معاهم وولاده كمان ماتوا، ومن علامات العدوى كان بيظهر على راس المصاب هالة كبيرة، ومراته ما كانتش قادرة تتحمل اللي حصل لأطفالها واتأثرت جدا، واضطر تيت ياخد قرار صعب علشان ينقذ باقي الناس وبيعمل حجر صحي، وبيتمنى اللي حصل ده ما يتكررش تاني مع الناس اللي جاية جديد. وفي نص الليل بيسمع كاس وفلورا صوت غريب بيقرب عليهم وبيقوموا على صوت ضرب نار، لكن في الآخر مش بيلاقوا أي حد حواليهم. وبيقضي ميشيل الليل كله يفكر وبيحرس ابنه وهو نايم، وبيفضل يعيط لما بيفكر إنه ممكن يقتل ابنه في إيده في يوم من الأيام. وتاني يوم الصبح بيأكد تيت لستيلا إن بنتها ليلى مع الناس اللي موجودة على السفينة، لكن جوزها مش معاها، وبتعرف كمان إن السفينة هتوصل على الكوكب خلال ساعة واحدة بالكتير. وفجأة السفينة بيحصل فيها انفجار بسيط والاتصال
الاتصال بيها بيتقطع خالص، وبيوصل كاس وفلورا لميشيل اخيرا وبيلاقوه قاعد قدام البحيره بكل هدوء، وبيسحب سلاحه وبيقول لهم ان هم السبب في كل اللي حصل ده. وقبل ما يضرب عليهم نار بتصرخ فلورا في وشه وبتقول له انه كان هيقتل مراته وبتضربه بالنار من غير ما تفكر، وبتجري بسرعه تطمن على الولد الصغير وبتلاقيه نايم في الخيمه. وفي نفس اللحظه بيرجع الاتصال بالسفينه تاني، وبيعلن القائد ان السفينه هتتدمر وانه مضطر يعمل اخلاء سريع، وبيشوفوا كلهم اثار السفينه بتتدمر من فوق وبتقع في الفراغ. وبتساعد فلورا الولد انه يفوق وبتاخده وبترجع بيه للمستعمره تاني. وبيحكي تيت لستيلا ان جوليوس موجود على السفينه، وبتترعب لما بتفكر انه ممكن يكون من الناجين ويوصل للكوكب، لانه ممكن يدمر كل اللي عملوه ويسيطر على البلد غصب عنهم. وبتوصل فلور وبتحكي لتيت كل اللي حصل معاهم، وبتقول له كمان على اللي حصل في السفينه، فبيقرر يبعت مساعدات بسرعه علشان يشوف الناجين. وبتخرج بنت منهم من المكوك اللي كانت فيه وجسمها بيكون فيه حروق كبيره جدا، وبتلاقي قدامها راجل غريب وبيخطفها في الاخر. وبيقدر شويه من الناجين ينقذوا نفسهم بمساعده الكشافه اللي بياخدوهم للمستعمره بنفسهم. وبياخد الراجل الغريب هو وفريقه البنت اللي خطفوها لمكان عامل زي الكهف، وبيدوا لها طفل صغير وبيهددوها يا اما تخليه يسكت ويتحسن لانه تعبان جدا، يا اما بقى هتموت معاه. وفي الوقت ده في المستعمره بيتقابل جوليوس مع تات وبيطلب منه ينظم دعوه لصلاه الشكر، وبيوافق الرئيس وبيرحب كمان بالفكره جدا. وبيروح بعدها يساعد ستيلا علشان تلاقي بنتها بين الناجين، وبيدعي ان الناس اللي بره السياج ما يكونوش خطفوها لانهم ممكن ينتقموا منهم بالطريقه دي. وبتطلب ستيلا من فلور وكاس يروحوا يدوروا عليها بنفسهم. وبتقرب واحده من الناجين اسمها ايس من ستيلا وبتقول لها ان جوليوس سرق من مامتها بطاقه السماح بتاعتها وطلع على السفينه بدلها وماتت في الاخر بسببه. وبيلف الكشافه شويه في الصحراء وبيلاقوا المكوك اللي واقع في الارض اللي المفروض ان ليلى تكون فيه، ولكنهم بيتصدموا انه فاضي. وفجاه بيظهر زعيم العصابه قدامهم وبيقول لهم انه خطف البنت وبيهددهم علشان يبعدوا عن منطقته. وبتروح ستيلا تواجه جوليوس بالجريمه اللي عملها، وبينكر الكلام ده وبيأكد لها ان الست ادته البطاقه بتاعتها بمزاجها من غير اي اجبار منه. ولما بيمشي بيطلب من المساعد بتاعه يلاقي ايس ويجيبها لحد عنده، وبيتعرف تيبر على ايس في الوقت ده وبيعرض عليها تيجي تشوف الشغل بتاعه ويوريها المعجزه اللي بيقدر يعملها، وده السبب اللي خلاه يجي هنا وكل اهله يفضلوا في الارض. وبيتعرف بالفعل عليها اكتر، وبيشرح جاك لباقي الفريق اللي معاه ان الزعيم ده وعصابته يبقوا استنساخ بشري فاشل حاولوا يعملوه زمان، وكان الهدف منهم يبعتوهم لكواكب جديده الاول ويتاكدوا انها صالحه للحياه. ولما بدا الفيروس الغريب ده تيت امر باعدامهم كلهم، لكن ميشيل انقذهم وصعبوا عليه وبعتهم بره السياج. وبتتصدم فلورا من كل اللي سمعته ده، وبيوصل اخيرا للكهف بعد ما اقنعوه يشوفوا ليلى، وبيتعرفوا عليها وبيطمنوها انهم هينقذوها من هنا قريب جدا. بس الزعيم بيرفض انه يسلمها وبيصمم يتفاوض مع تيت عليها. وبتقرر ستيلا تعرض جوليوس على جهاز كشف الكذب علشان تتاكد انه بيقول الحقيقه، لكنه بيرفض وبيصمم ما حدش يقرب منه. وفي الوقت ده بتلاحظ ايس ان في سكينه جنبها وبتاخدها بسرعه وبتخبيها من غير ما تبر ياخد باله. وبيبدا جوليوس يجمع الناس حواليه زي ما كانوا متوقعين، وبتحاول ايس تهجم عليه بالسكينه وبتقرر تقتله، لكن تبر بيشوفها وبيمنعها على اخر لحظه علشان يحميها. وفي الوقت ده بيوافق رودي يسلم ليلى ليهم مقابل انهم ياخدوا الطفل يتعالج عندهم، وبياخد باله من الخاتم اللي في ايد جاك وبيصمم انه ياخده منه. وبتحصل خناقه كبيره خالص، وبتستغل ليلى الفرصه دي وبتهرب لبعيد، لكن للاسف بيتقبض عليها تاني. وبيأكد تيت لستيلا انه ادى الامر انهم يخلصوا على العصابه كلها وينقذوا ليلى ويجوا. وبتتصدم فلورا فيه للمره الثانيه، وبيحاول كاس يراضي العصابه علشان يهدوا بعد اللي حصل ويقدر يتفاوض معاهم، وبيقنع جاك كمان يديلهم الخاتم بتاعه. والغريب ان جاك بيصمم وبيضربه هو كمان معاهم. وبيتكلم تيت مع فلورا لوحدهم وبيحاول يقنعها انه عمل كده لان الانواع دي من الاستنساخ اتعملت بس علشان يشوفوا قدره الانسان على البقاء على كواكب جديده مش اكتر، وانه اضطر يتخلص منهم لان لما الفيروس انتشر الناس شافت ان هم السبب فيه وكان لازم يرضي الشعب باي طريقه. وبياخدها وبيروح يتكلم مع رودي بنفسه وبيأكد له انه ملوش اي ذنب في اللي حصل، وبيشرح لرودي ان البشر ما يعرفوش غير حاجات بسيطه جدا عن الكوكب ده وانه عارف اكتر منهم بكتير جدا. وبيرجع تيت لمكتبه تاني وبيلاقي رسمه لابنه قديمه جدا وبيتصدم ازاي جت هنا. وفي الوقت ده بتحاول ستيلا تقنع ايس تدخل اختبار الكذب علشان تتاكد من قصتها وتقدر تحاسب جوليوس. وبتروح بعدها تتكلم مع جوليوس وبتقول له انها عرفت المصيبه الكبيره اللي بيعملها وانه عنده عقده وطول الوقت بيتقرب من البنات الصغيره وبيأذيهم، وبتهدده كمان انها تفضحه قدام الناس كلها. وبتروح بعدها تشوف الطفل اللي لسه واصل، وبيتصدم تيت لانه بيكون فاكر ان الاستنساخ ما ينفعش يخلفه اصلا. وتاني يوم الصبح بيقرر ياخد عينه من الطفل علشان يفحصها، وبترجعه فلور لرودي بعد ما اتحسن وبيديلهم كل الرهاين اللي معاه في المقابل. وبيلاحظ جاك ساعتها ان رودي بيعمل اشاره معينه وبيحس بالغدر من ناحيته، فبيطلب من ليلى تهرب بسرعه وبيهجم هو وكاس عليه، وبيضطر رودي يهرب في الاخر. وبترجع فلورا بليلى والطفل للمدينه
تاني، وبيلاقوا ستيلا واقفة في استقبالهم، وبتتصدم إن ليلى مش حابة حتى تسلم عليها، وبتكون فاكرة إن مامتها اتخلت عنها وقافلة منها جامد جدا. وبيشرح تيت لستيلا لما بترجع إنه أخد عينة من الطفل علشان الستات اللي موجودة في المستعمرة ما بقوش يخلفوا، يمكن يقدر يساعد بأي حاجة، وبيقرر يبعت الطفل لرودي بكرة. وفعلا بتاخده فلورا الصبح بدري علشان تسلمه لرودي، وفي نفس الوقت بيدي جوليوس لستيلا وثائق مهمة خاصة بعالم كان معاهم في الرحلة ولكنه مات، وبيشرح لها إن العلماء طول الرحلة كانوا بيدرسوا الكواكب ووصلوا لمعلومات مهمة جدا وغريبة. وفي الوقت ده بيلاحظ رودي إن في عاصفة جديدة هتبدأ وبيحاول يستعد ليها، وبتقعد ستيلا تقرأ كل الوثائق اللي معاها وبتحاول تفهم المعادلات اللي جواها وتحل اللغز، وبتقرر تجيب تيبر يساعدها بما إنه شاطر في الحاجات دي. وبيعترف رودي لفلور إنه كان ناوي يقتل الرهاين فعلا، بس رجع في كلامه لما لقاها واقفة، وبيحذرها من العاصفة اللي جاية وبيقول لها إنها هتكون قوية جدا المرة دي. وبيقعد جوليوس مع ليلى وبيطلب منها تحسن علاقتها بأمها علشانه، وبيتخانق كاس مع تيبر لأنه بيستفزه بالكلام، وبيهرب تيبر وبيسيب المكان كله من كتر الخوف. ولما بتعرف ستيلا اللي حصل بينهم بتتضايق من كاس جدا، وبيخرج تيت من البوابات لأول مرة من فترة طويلة جدا، وبيلاقي هناك الكوباية اللي ابنه كان دايما بيستخدمها مرمية في الأرض، وبيأكد له جاك إنه مش شايف أي حاجة، وبيقول له إنه بيتخيل مش أكتر. وبيروح 2 من العمال اللي هم ليون وجرانت علشان يصلحوا برج الراديو، وبيحذر جاك تيت وستيلا من التغييرات اللي بتحصل في الطبيعة من حواليهم، وبيأكد لهم إن في عاصفة ضخمة جدا هتحصل ولازم ياخدوا احتياطهم جامد. وبيمشي رودي مع فلور لحد البوابة، وبيأكد لها إنها لو محتاجاه في أي وقت هتلاقيه جنبها وبيساعدها. وبيتحايل كاس على تيبر علشان يرجع يشوف الشغل، وبيوافق تيبر إنه يرجع بشرط يشوف إخواته. وبيتحمس تيبر ساعتها وبيقدر يفك الشفرة اللي موجودة، وبيقول لهم إن العاصفة الجاية هتكون قوية جدا ومش زي أي حاجة عدت عليهم. ولما تيد بيعرف بيأمر بنقل الأطفال وكبار السن المكان آمن، وبيطلب جوليوس الإذن منه علشان يتكلم مع الناس ويهديهم. وبيصمم تيد يتكلم معاهم الأول، وبيطلب من كل واحد يلتزم بالقواعد علشان يعدي الموضوع ده على خير. وبيوعد فلور إن بعد ما العاصفة دي تخلص هيحكي للناس كلها عن الناس اللي بره السياج وهيحل مشاكلهم. وفي الوقت ده بيخلص العمال كل تصليح برج الراديو، وفجأة العاصفة بتبدأ وبتكسر جزء كبير جدا من المعدات المتثبتة في البرج، وبيقع جرانت ورجله بتتزنق، وبيحاول ليون يساعده بكل الطرق ومش بيكون عارف. وبيصمم كاس يروح يساعدهم لما بيعرف انهم ما رجعوش لحد دلوقتي، وحتى لما بيوصل ما بيقدرش هو وليون يخرجوا جرانت، وبيتحايل جرانت عليهم يمشوا وينقذوا نفسهم بدل ما يموتوا معاه على الفاضي. وبيقول لهم ان في مخبأ قريب من هنا وبيقنعهم يستخبوا فيه. واول ما بيمشوا هما الاثنين العاصفة بتزيد اكتر ومش بيلحقوا يوصلوا للمخبأ، وبتضرب العاصفة في المدينة بقوة كبيرة جدا محدش كان يتخيلها، وبتدمر كل البيوت وبتتساوى بالارض. وبيظهر رودي قريب من المخبأ وبيسحب كاس والراجل اللي معاه للمخبأ، ولما بيحاول يقتل كاس بيقول له انه صديق فلور وبيسيبه علشان خاطرها في الاخر. وتاني يوم الصبح بيبدأ كل اهل البلد يلموا الفوضى اللي حصلت وبيصلحوا كل اللي يقدروا عليه. وبيوصل كاس بعدها بشوية وشايل ليون على ظهره لان حالته بتكون وحشة جدا. وبتحكي ستيلا لتيت ان جوليوس بيحبب الناس فيه جدا ومع الوقت فعلا هيكون خطر عليهم، وبيصمم كتير منهم انه ينضم للمجلس العام علشان يمثل صوتهم هناك. وبتتحايل على ليلى تعيش معاها في بيتها وبتوافق في الاخر، وبيعملوا بالليل فرح ليون بعد ما تحسن شوية. وبتبدأ ستيلا ترتب جلسة لتيبر علشان يقدر يشوف اخواته في حلمه. وفي الوقت ده بيوافق تيت انه يقبل جوليوس في المجلس. وفي نص الليل بيلاقي الكشافة راجل مرمي قدام البوابات، وبيصحى تيت تاني يوم على صوت اطفاله اللي ماتوا، وبيلاقوا اثار ايديهم موجودة على الشباك، وبيكون مصدوم من اللي بيحصل معاه. وبيتحبس الراجل اللي لقوه بالليل في اوضه لحد ما يفهموا كان بيعمل ايه بره، وبيقدم له كاس شويه اكل وميه لانه بيصعب عليه. وبتقعد ستيلا مع تيت وبتشتكي ان البذور اللي كانت جايه من الارض كلها باظت وبقى عندهم عجز في حاجات كتيره جدا. وبيشتكي تيت كمان من معدل المواليد وبسببه عدد السكان هيقل مع الوقت، وبيفكر يلاقي طريقه للتكاثر زي ما الاستنساخ عملوه. وبيشوف انه لازم ياخد عينه حمض نووي من الراجل اللي مسجون. وبيقعد الراجل في نفس الوقت يرسم النصب التذكاري لاول مكوك شافه على الكوكب. وفجاه بيشوف ضوء اخضر بينور قدامه وبيتحول للون الاحمر بعدها على طول، وبيبدا يفقد السيطره وبيكسر الباب وبيهرب بسرعه، وبيجري وراه الحراس على طول. وبيوصل للدور الارضي وبيقابل هناك عامله نظافه وبتقرر تساعده لانه بيصعب عليها، وبتقول له ان اسمها ايليا. واول ما بتقرب منه علشان تمسح الدم اللي على وشه بيتخض وبيضربها غصب عنه وبتموت للاسف. ولما بيفوق وبيكتشف الكارثه اللي عملها بيزعل جدا من نفسه وبيهرب من كتر الخوف تاني. وبتلاقي فلور الست مرميه في الارض ومليانه دم وبتطلب الاسعاف بسرعه. وبتصمم الست ان الراجل ملوش اي ذنب في اللي حصل معاها وانها اتكعبلت واتخبطت. وبيأمر تيت الشرطه تدور في المدينه كلها لحد ما تلاقيه. ولما بيلاقوا الرسمه بتاعته بيقرروا يروحوا للنصب التذكاري يمكن يكون هناك. وبيقعد جوليوس مع الست المصابه وبيحاول يقنعها تحكي للناس ان الراجل هجم عليها وان تصرفاته عامله زي الوحوش بالظبط، لكن هي بترفض وبتصمم انه ملوش ذنب في اي حاجه. وبتقعد ليلى مع تيبر وبتتعرف عليه اكتر وبتحكي له كمان عن الحادثه اللي حصلت. وبيعلن تيبر الخبر في البث
بس لكل اهل البلد. وبتلاقيه فلور فعلا عند النصب التذكاري وبتبدا تجري وراه في كل مكان، وفي وقت معين بتتصدم انه انقذها من الموت قبل ما تقع من فوق مبنى عالي جدا، وبيتحايل عليها تسيبه يمشي. وبيوصل كاس لمكانهم بعد ما اتاكد انه مش قاتل وبيوافق انه يساعده، وبيخبيه هو وفلور في مبنى مهجور لحد ما الدنيا تهدى شويه. وبيشرح لهم انه كان خايف ومش حاسس هو بيعمل ايه وخبط الست غصب عنه، وبيقول لهم ان تيت هو السبب لانه عمل عليه تجارب وحشه جدا وبدله خالص. وبيقرر كاس يدور على الملفات اللي تثبت كل اللي حصل ده ويفضح تيت، وبيسيب فلور معاه وبيرجع للمكتب تاني. وبيقابل تيت في الممر وبيأكد له انهم لازم يمسكوا الراجل ده في اسرع وقت ممكن بدل ما يأذي اي حد تاني. وبيعترف تيبر لستيلا في الوقت ده ان ليلى هي اللي ادته كل المعلومات اللي قالها من شويه. وبيلاقي شويه من العمال حجر غريب مدفون تحت الارض. وفي نفس الوقت بيرجع كاس بالملف لفلورا وبتتصدم لما بتقرا كل اللي جواه، وبتتاكد من كلام ايليا ليهم وانه ملوش ذنب في تصرفاته. وبتفتكر رودي وبتقرر تمشي بسرعه. وبتروح ستيلا تتكلم مع ليلى وبتلومها على اللي عملته، وبترفض ليلى تقول لها ليه عملت كده اصلا وبتفضل ساكته. وبتطلب ستيلا منها تروح تعيش في مكان بعيد عنها لفتره بما انهم مش متفقين. وبيقعد كاس مع ايليا طول الليل وبيساله ايه احساسه بما انه منبوذ من البشر، فبيأكد له ايليا ان مفيش اي اختلاف فيهم عن البشر وان دي كلها اوهام في دماغهم. واول ما بيحصل برق في السماء ايليا بيتوتر وبيضرب كاس من كتر الخوف. وبيسمع تيت صوت ولاده تاني وهو نايم وبيقوم بسرعه وبيحاول يلحقهم قبل ما يمشوا. وبيرجع كاس لوعيه تاني ومش بيكون فاكر ايه اللي حصل بالظبط. وبتوصل فلور في نفس اللحظه ومعاها رودي، وبيحاولوا يلاقوا طريقه يخرجوا ايليا من البلد بيها من غير ما الشرطه تقبض عليه. وبيطلب كاس يستنوا منه خبر وبيرجع لمكتب تيت تاني وبيحاول يوصل معاه لحل وسط. وبيوعدوا تيت انه ما يقتلش ايليا بس يقبض عليه باي طريقه. وبيوصل فريق كامل للمبنى اللي هم فيه وبيحوطوه من كل اتجاه. واول ما كاس بيدخل بتترمي قنبله غاز عليهم، وبيتصاب ايليا بحقنه مهدئه وبيفقد السيطره على نفسه وبيبدا يدمر اي حاجه بتقف في طريقه، وبيموت كمان بالرصاص في الاخر. وبيسيبوا رودي يمشي وبيتهم تيت فلور بالخيانه لانها كانت بتساعده يهرب. وبتقرر ليلى تعيش مع تيبر في المكان بتاعه، وبيقدر جوليوس يكسب ثقه جاك ويضمه ليه. وفي الوقت ده بتوري ستيلا الحجر الغريب لتيت وبيلاقوا عليه اثار فك بشري، وده اكبر دليل انهم مش اول ناس وصلوا للكوكب ده. وبالليل بيخرج تيت بره البوابات وبيلاقي ولدين صغيرين في انتظاره، وبالرغم انه متاكد انهم مش ولاده الحقيقيين بس بيكون مبسوط انه شايفهم وبيتكلم معاهم وبيتحايل عليهم يرجعوا معاه. وبتكتشف ستيلا بعد البحث ان الاثار بتاعه الفك دي بتاعه انسان بدائي، وبيعترف لها تيت ان ولاده موجودين وبيشوفهم بقاله فتره. وبتبدا ليلى تشتغل في مكان وتتعود على المدينه. وفي يوم بيوصل راجل غريب اسمه بات وبيطلب منها تعمل له مشروب خاص بيه، وبيدفع حسابه بألماس كتير جدا. وبتيجي مكالمه لكاس وفلور علشان يجوا يلحقوا الخناقه اللي بين بات وواحد من الكشافه في البار. واول ما بيوصلوا بيلم بات الالماس بتاعه وبيهرب بسرعه، وبينصحهم يخرجوا بره المدينه ويكتشفوا الكوكب اللي ما يعرفوش عنه اي حاجه. وبياخد جاك واحده من الاحجار اللي كانت معاها وبيديها لجوليوس، وبيجري كاس وفلور وراه لحد الجبال وبيلاقوه اختفى خالص. وبتستغرب ستيلا لما بتعرف ان بات قال لهم ان في محيط في الكوكب، وبتفتكر انه كان اول شخص وصل للكوكب قبلهم وان السفينه بتاعته اتدمرت وافتكروه مات ساعتها. وبيقرروا يدوروا كويس يمكن يلاقوا محيط فعلا. وفي الوقت ده بيقرر كاس وفلور يستريحوا شويه بعد التعب طول الليل. وفجاه بات بيظهر قدامهم وبيطلب منهم يجوا وراه. وبتروح ستيلا تتكلم مع جاك وبتعرض عليه يجي معاها في رحلتها، وبيتجادل كاس وفلور يتصرفوا ازاي وبيخافوا يعدوا المنطقه المحظوره. بس بات بيأكد لهم ان مفيش اي اشعاع بره زي ما هم فاكرين. وفجاه بيلاقوا نفسهم متحوطين من رودي وعصابته، وبيبدا الناس يستخدموا الاحجار الكريمه في البيع والشراء والموضوع بينتشر في المدينه كلها. وبيحاول جوليوس يقوم الشعب على الحكومه، وبيلاحظ تيت اللي بيعمله من بعيد، وبيوافق رودي انهم يعدوا المنطقه المحظوره على شرط يدوا البات السلاح في ايده. واول ما بيعدوا بيرمي الاسلحه لبعيد. وبيفهم جاك وستيلا انهم رايحين اتجاه الساحل لانه يعرفوا كويس. وبيوصل بات بيهم لمكان هادي وجميل جدا، وبيشرح لهم انهم في المكان ده يقدروا يتجوزوا ويخلفوا براحتهم من غير اي قيود. وبيحكي لهم ان اول حد جه الكوكب هنا كان مستنسخ اسمه تايجر 99، وده كان مصنوع مخصوص للمهمه دي، وما كانش بيحس باي خوف او ندم او شك. وللاسف بيكتشفوا انه بيتعب زي البشر عادي وبتتنقله العدوى وبيموت في الاخر لوحده. ومن ساعتها وبات عايش في المكان ده لحد ما باقي البشر وصلوا للكوكب، والناس طلعت عليه اشاعات ان هو اللي قتله. وبتحس فلور بالخوف منه وبتطلب من كاس يمشوا احسن، بس هو بيرفض وبيقنعها يكتشفوا الكوكب للاخر الاول. وتاني يوم بياخدهم بات للمكان اللي اتحطم فيه اول ما الكوك نزل الكوكب، وبيأكد لهم انه مستعد للموت بس حابب يوري لهم الطريق علشان يرجعوا الاول بسلام. وفي الوقت ده بيهجم واحد على ليلى وبيسرق الالماس اللي معاها، وبيشوف تيبر ان جوليوس سبب كل اللي بيحصل ده وان هو اللي مشجع الناس على فكره الالماس دي، وبيكون متاكد انه راجل مش كويس وكمان بوشين. وبيبدا بات يحكي لهم ازاي لقى الكلب بتاعه هنا مع انه سايبه بنفسه على الارض قبل ما يسافر. وطبعا محدش منهم بيصدق القصه الغريبه دي وبيحسوا انه مجنون. وبيأكد لهم بات
ان كل حاجة هنا على الكوكب غريبة وليها حسابات غير حسابات الارض خالص. واخيرا بيوصلوا للمحيط وبيتصدموا من جماله وبيبداوا يستمتعوا بالطبيعة اللي اول مرة يشوفوا زيها من سنين طويلة من ساعة ما مشيوا من على الارض. وبيلاقوا الماس كتير جدا مرمي على الشط وبيتعاملوا معاه كانه شوية حجر مش اكتر. وبتوصل ستيلا مع جاك لغابة مليانة بالحشرات وبتتعب منهم جدا، وبيبدا جاك يتعب فجأة وبتساعده ستيلا علشان يقدر يقف على رجله من تاني. وبينصح بات الاتنين انهم يفضلوا عايشين هنا، وبيأكد لهم ان الكوكب بيتواصل معاه بطريقة غريبة، وبيقول له على الاماكن الامنة فيه والاماكن الخطيرة. وبيسيبهم وبيمشي على البحر وبيلعب مع كلبه اللي مفيش حد شايفه غيره. وفجأة بيتعب وبيقع على الارض وبيجروا الاتنين علشان يساعدوه، لكن بيتصدموا انه خلاص مات. وبيقرروا يسيبوا جثته في المحيط بما انه كان متعلق بيه قوي. واول ما بيمشوا بتوصل ستيلا وجاك لنفس المكان، وبتلاقي ستيلا حجر محفور عليه حروف غريبة. وبيحتار كاس وفلور يمشوا من انهي اتجاه، وبيحسوا انهم تاهوا. وبيشوفوا صاروخ ماشي في مكان قريب منهم وبيجروا بسرعة في نفس الاتجاه. واخيرا بيقابلوا جاك وستيلا، ولما ستيلا بتدور اكتر بتلاقي عظام بشرية مرمية على الشط، وبتقرر تاخدهم وترجع للمدينة. وبتحكي لتيد كل اللي حصل معاهم هناك. وفي نفس الوقت بيدخل جوليوس الأوضة وبيتواصل في السر مع سفينة جاية على الكوكب، وبيأكد للقائد بتاعها انه هيتخلص من تيد قريب جدا. وتاني يوم بيختفي 3 من الكشافة من غير اي سبب واضح، وبيخرج فريق كامل يدور عليهم. وبتقعد ستيلا مع مرات واحد منهم وبتهديها بما انها حامل. وبتقابل ولاد الراجل التاني وبتأكد لهم ان باباهم هيرجع قريب جدا. وبيحاول تيد يوقع جاك في الكلام لانه بيحس ان ستيلا مخبيه عليه حاجة، لكن مش بيلاقي منه اي فايدة لانه بيراوغ في الكلام جامد جدا. وبعدها بشوية بيوصل له تقرير من الكشافة وبيعرف ان في صاروخ مرمي في الارض وان مفيش اي اثر للكشافة. وفجأة بتظهر واحدة منهم وجسمها مليان جروح كتيرة، وبتشرح لهم ان هي والاتنين اللي كانوا معاها اتعرضوا لهجوم من مستنسخ، وان هي الوحيدة اللي قدرت تهرب منهم بالعافية. وبيرجعوا بيها للمدينة تاني والكل بيرحب بيها لانها بطلة بعد اللي حصل معاها. وبيحسوا انها بتتصرف بطريقة غريبة جدا. وبتشوف ستيلا ان ده بسبب التعب اللي هي فيه وانها محتاجة تستريح شوية مش اكتر. وبيأمر تيد جاك ما ياخدش اي قرار من دماغه تاني لحد ما يحقق بنفسه في الموضوع وياخد هو القرار بنفسه. وبيحاول الكشافة يدوروا على الاتنين اللي باقيين. ومع الوقت بيتأكد ولاد جوزي انها بتتصرف بطريقة غريبة جدا وناسي حتى الدعاء اللي متعودة تقوله قبل الاكل. وبيقدر الكشافة يلاقوا واحد تاني من الاتنين المفقودين، وبيشرح لهم ان جوزي هي اللي عملت فيهم كده. وبعدها بشوية الشرطة بتوصل لبيتها علشان ياخدوها. وبيرفض الراجل اللي انقذوه يحكي لجوليوس اي تفاصيل عن المهمة اللي كانوا فيها، وبيأكد له ان جوزي قتلت زميلهم الثالث. فبيجمع رودي كل العصابة بتاعته وبيقنعهم يقتلوا جاك في اسرع وقت ممكن. وبيقعد تيد بنفسه يحقق مع جوزي في الجريمة اللي حصلت، وكل اللي بتقوله انها عايزة تشوف ولادها ضروري جدا. وفي الوقت ده بتوصل الشرطة لجثة زميلهم، وبيلاقوا في جيبه صورة ليه مع مراته الحامل. وبتيجي رسالة لستيلا فجأة من جوزي عن طريق الراديو، وبتقول لها انها تعبانة جدا وتايهة في الصحراء. وبتجري ستيلا على تيت علشان تبلغه وبتقول له انها لازم تروح تساعدها. وبيشوف تيت ان كل ده ممكن يكون وهم لان هو كمان بيشوف حاجات كتيرة مش موجودة. وبتوصل الشرطة للمدينة وبيبدأ يحققوا في الإشارة اللي جاية من جوزي على حسب كلام ستيلا. وفي نفس الوقت جوزي التانية معاهم لسه محبوسة مكانها وبتتصرف بطريقة أغرب مع الوقت. وبيروح تيت يتكلم مع ولادها وبيقول له ابنها الصغير ان الست اللي جت دي مش امهم. وبيحكي هو واخته كل التصرفات الغريبة اللي عملتها من ساعة ما وصلت. ولما كاس وفلور بيخرجوا بره البوابات بيشوفوا الكهرباء كلها بتفصل عن المدينة، ومحدش منهم بياخد باله انهم قريبين من مكان جوزي الحقيقية جدا. وبتقدر جوزي التانية تهرب من الأوضة أول ما القفل بيتشال بسبب الكهرباء. وبيعلن تيت حالة الطوارئ في المدينة، وبتحس جوزي الحقيقية انها لازم تلاقي طريقة توصل بيها للمدينة لوحدها، وبتحس ان مفيش حد هيجي ينقذها ابدا. وبتبدأ المدينة تتأثر بالكهرباء بشكل كبير جدا، وبتحصل مشاكل ضخمة جدا، وبتتعب واحدة جدا وقت الولادة. وبما ان المعدات كلها مش شغالة بيختاروا ينقذوها او ينقذوا الطفل. وبيروح كاس يساعد جاك وفريقه علشان يعملوا دوريات في المدينة. وبيبدأ جاك يعمل إشارة غريبة، وفجأة بيقوم المساعدين بتوعه وبيهجموا على كاس ورجالته، وبتحصل حرب كبيرة بينهم. وبيموت واحد منهم وبيقبض كاس على واحد تاني. ولما بيروح كاس لبيت جوزي بيتصدم ان اولادها مش موجودين. وبعدها بكام ساعة بتوصل جثة الكشاف اللي لقوها في الصحراء، وفي نفس الوقت مراته بتكافح الموت علشان تولد. وبتقدر جوزي الحقيقية اخيرا توصل للبوابات، وبيتعامل الحراس معاها كانها حرامي او مجرم وبيهددوها بالاسلحة اللي معاهم. وبيعرف جوليوس اللي حصل لجوزي وبيهددوا يخلص على كل عملاء مكافحة الحريق لان هم اللي عملوا فتنة بين جاك ورجالته. ولما تيد بيرفض بيتخانقوا مع بعض. وبتبدأ جوزي الحقيقية تحكي لكاس وفلور كل اللي حصل معاها، وانها لقت نفسها فجأة مرمية في حفرة كبيرة ومش عارفة تخرج منها ابدا. وبيتريق جاك عليها وبيرفض يصدق كلامها. ولما بتقوله على تفاصيل محدش يعرفها غير الكشافة بس بيصدقها في الاخر. وبتفكروا انه كان بعتهم يقتلوا رودي. ولما تيد بيعرف بيأمر بحبسها وبيخليهم يدوروا على اولادها في كل مكان. وبيدخل كاس على جاك وبيجبره انه ياخد جوزي بالعافية، وبيقرر يخرج
وبيخرج بيها بره المدينة علشان يدوروا على أولادها. وفي اللحظة دي بيتولد أول طفل في المدينة من سنين طويلة جدا. وبتفضل جوزي تنادي على أولادها في الصحراء على أمل إنها تلاقيهم، وبتعترف إن في جوزي تانية زيها بالظبط ومش عارفة الكلام ده حصل إزاي. وبيخرج ولادها من ورا الصخور وبيجروا عليها وبيحكوا لها إنها هربوا لأنهم خافوا من جوزي التانية جدا، وبيرفضوا يقربوا منها إلا لما بتقول حاجات خاصة بينهم، وبيتأكدوا ساعتها إن دي تبقى أمهم. وبيوصل جاك وفريقه في الوقت ده وبيصمم إنه يقتل جوزي، وبيحاول كاس يحميها بكل الطرق. وبتظهر جوزي المزيفة فجأة وبيحتار يتصرف إزاي، وقبل ما ياخد أي قرار بتهرب تاني. ولما بيرجعوا للمدينة بيطلب تيت من كاس يخلي اللي حصل ده سر بينهم، وبيحاول جوليوس يقنعه تاني يقتل المستنسخين لكنه بيرفض. وبيتواصل جوليوس مع السفينة الفضائية في السر وبيتفق معاها على الخطوة الجديدة اللي هيعملها. وبيعترف تيت لستيلا إن في مخلوقات تانية مش بشرية عايشة معاهم على الكوكب هنا. ولما بيرجع المكتب بتاعه بيشوف نسخة تانية منه، وبيقول له تيت التاني إنهم عارفين كل حاجة عن البشر بالتفصيل، وبيهددوا لأنهم بيحاولوا يحتلوا كوكبهم. وبيأكد لهم إن الكوكب هنا عليه مخلوقات تشبه البشر بشكل كبير جدا وعايشين فيه من قرون كبيرة، وفي يوم انقرضوا كلهم. وبيقول له إن البشر أكيد هيقابلوا نفس المصير في الآخر. وفي الوقت ده بتيجي رسالة لكاس من رقم مجهول، وبيهددوا إنهم عارفين كل حاجة عنه. وبيخاف من الرسالة دي جدا وبيفكر مين اللي ممكن يبعتها. وبيتكلم تيت مع ستيلا عن كل اللي بيحصل في البلد، وبيشوف إنه لازم يبدأ ياخد قرار حازم. وبيرجع كاس بسرعة لبيته وبيدور بين حاجته القديمة وبيطلع ملف سري كان مخبيه. وبتأمر ستيلا كل الموظفين يراجعوا الاتصالات اللي حصلت من يوم ما لقوا جوزي لحد دلوقتي. وبيطلب تيت من جاك يفضل ساكت عن الحادثة اللي حصلت قدامه لحد ما يفهموا ده حصل ازاي اصلا. وبيقرر كاس يخرج يغير جو شوية، وبيتعرف على بنت اسمها كارلا. وفي الوقت ده بتوصل ستيلا للمكالمة اللي كانت جالها من جوزي، وبتاخد بالها ان في النص كده في اشارات فوق صوتية غريبة بتحصل، وبتكون واثقة ان النسخ هم اللي عملوا كده. وبيقوم كاس تاني يوم من نومه وبيلاقي البنت معاه في الشقة وبتفتش في حاجته، وبيشك انها جاسوسة وبيهجم عليها علشان يضربها. وبتحاول تحمي نفسها منه بأي طريقة، وبتمسك مقص علشان تهدده لحد ما بتهرب، وبيفضل يجري وراها برضه. وبيستغرب لما بيشوف شوية أطفال بيلعبوا قدام بيته، ودي حاجة عمره ما شافها أبدا. وبيرجع تاني لبيته بعد ما البنت اختفت، وبتبدأ فلور تحس إنه بيتصرف بطريقة غريبة جدا، وبتتخانق معاه وبتمشي وبتسيبه. وبيتصدم بعدها بشوية لما بيوصل جوز كارلا وبيبلغ إنها مختفية بقالها يومين، وبيفضل قاعد ساكت خالص. وفي الوقت ده بيضغط جوليوس على تيت علشان يقول للشعب اللي بيحصل كله، وبيتخانق تيت معاه وبيهدده علشان يبعد عن طريقه. وبيخرج كاس مع فلور يدور على كارلا، وبيقرروا يفتشوا بيتها الأول. وبيلاقي كاس ورقة مرمية عندها وبيقارن خطها بالرسالة اللي جات له من كام يوم، وبيتأكد إن هي اللي بعتت الرسالة دي. وبتعرف فلور إن كارلا آخر مرة كانت موجودة في البار مع راجل، وبيخاف كاس جدا وبيقترح عليها كل واحد يروح يدور في مكان. وبيرجع بسرعة لبيته وبيحاول يدمر كل الأدلة اللي ممكن تكون عنده، ومش بياخد باله من نقطة الدم بتاعتها اللي موجودة في الأرض. وبيروح تيت يقابل رودي، وبيستغل جوليوس الفرصة وبيبدأ يلعب في دماغ ستيلا وبيحاول يقنعها تكون في صفه. وبتكمل ستيلا في التحقيق بتاعها وبتوصل للشارع اللي كارلا كانت ماشية فيه، وبتلاقي بالصدفة كاميرات مراقبة وبتقرر تبص عليها. وبيبدأ تيبر يعلق في كل المدينة أجهزة استقبال وبيجرب هي شغالة ولا لأ. وبتعرف فلور إن كارلا حاولت تشتري سلاح من كام يوم، وبتفكر فلور إنها ممكن تكون كانت بتخطط تقتل جوزها أو حبيبها. وبيقول لها كاس إنه هيروح لجوزها لأن حياته ممكن تكون في خطر دلوقتي. وأول ما بيمشي بيدخل الأطفال اللي كانوا بيلعبوا قدام بيته، وبيبلغوا فلور إنهم شافوا الراجل اللي كان بيجري ورا كارلا في اليوم ده. وبيطمن كاس إن الراجل بخير وما فيهوش أي حاجة. وبتوصل فلور لبيت كاس وبتشوف بقعة الدم اللي على الأرض، وبالصدفة كاس بيلاقي كارلا في وشه ومعاها سلاح، وبيتهمها إنها كانت قاصدة تتعرف عليه لأن في خطة في دماغها. وبتفضل تقول له إنها مش هتخلي أي حد يمنعها تعاقب جوزها، وبتضغط عليه علشان تعرف ليه اسمه في الأوراق اللي معاه غير اسم كاس خالص، وده معناه إنه بينصب على الناس كلها. وبتوصل فلور والمساعدين بتوعها للمكان، وبتهرب كارلا من كتر الخوف، وبيجري كاس وراها وبيحاول يمسكها. وبيتصدم لما بيلاقي فلور بتهدده بسلاحها وبتأمره يسلم نفسه، وبتتهمه كمان إنه قتل كارلا. وبما إنها ما شافتهاش وهي بتهرب بتكون مصدقة القصة جدا. وبيتكلم تيبر مع ستيلا وبيبلغها إن الأجهزة اللي عملها قدرت تلقط تسجيلات لموجات فوق صوتية، وقدر يوصل لشفرة من 4 حروف. وبيحاول كاس يقنع فلور إن كارلا عايشة وبتخطط تقتل جوزها وإنها لازم تساعده، وبترفض فلور تصدق منه ولا كلمة. وفعلا كارلا بتوصل البيت وبتستنى جوزها أول ما يرجع، وبتتحايل عليه يسيبها تمشي لأنها خلاص تعبت. وبيبدأ يضغط عليها ويفكرها هي كانت إيه على الأرض، وبيوصلها لدرجة إنها بتقرر تنتحر مش تقتله زي ما كانت ناوية. ولما بيعرف إنها خانته بيضربها بعنف. وبتتكلم فلور مع كاس تاني وبتصمم إن مش دي الحقيقة، وبترفض إنها تصدقه. وفي الوقت ده بيوصل تيت لرودي علشان يتكلم معاه، وفجأة بيشوف ولاده بيجروا وبيبدأ يجري وراهم. وبيحاول جوليوس يأثر على جاك تاني وبيحكي له جاك كل اللي حصل مع جوزي. وبتوصل فلور
فلور للملف بتاع كاس القديم اللي كان مخبيه في بيته وبتضغط عليه علشان يشرح اللي فيه بالظبط، لكن هو بيرفض يتكلم عن اي حاجه خاصه بالماضي بتاعه. وبتتحايل ستيلا كمان عليه علشان يتكلم، بس هو بيحلف انه بيقول الحقيقه. وبتشرح ستيلا لفلور انهم لقوا رساله من كارلا عنده في البيت بتهدده فيها، ولما كاس بيقرا المذكرات بيكتشف ان الرساله دي كتبها جوز كارلا مش كارلا، وبيضطر يمثل عليهم انه تعبان وبيستغل الفرصه وبيهرب بسرعه. وفي الوقت ده فلور بتوصل لبيت كارلا، ولما بتسال عليها جوزها بيقول لها انها خرجت تتمشى شويه. وفي الوقت ده بيطلب جوليوس من جاك يقتل الاسير اللي معاهم، وبيوعده ان في دعم كبير جدا جاي قريب للكوكب. وبيتحايل تيت على رودي وجماعته يساعدوا البشر لان في كارثه كبيره بتحصل. ولما بيسالوا رودي عن الاسير بيقول له انه امر بالافراج عنه، وبيستغرب ازاي ما جاش لحد دلوقتي. وبيرفض رودي يساعدهم باي حاجه، وبيشوف انهم محكوم عليهم بالاعدام والهلاك على عكسهم ومش هيستفيد اي حاجه من الحرب دي. وبيبعت كاس رساله لفلور بيشرح لها ان جوز كارلا هو السبب في كل ده، وانه هرب علشان يقدر يوصل له. ولما بيوصل لمكان شغله بيسمع صوت حد بيصرخ جوه، فبيكسر الباب وبيلاقي كارلا مربوطه جوه وبتقول له ان جوزها هو اللي عمل فيها كده. وبيعرف انه مستخبي في الدور الارضي وبينزل علشان يواجهه بكل اللي حصل. وبتسمع كارلا ضرب نار اكتر من مره وبتكون مش عارفه مين فيهم اللي مات، وبيبدا المكان ينهار بيهم لانه ضعيف جدا وقديم. وبتقدر كارلا تفك ايديها وبتحاول تهرب بسرعه، وبتوصل فلور في الوقت المناسب وبتاخدهم من تحت الانقاض بالعافيه. ولما الدنيا بتهدى بيعترف كاس لفلور ان تتقدم له حياه جديده وفرصه جديده، لكن بشرط ما يقولش على جريمه معينه، وبيرفض يقول اي تفاصيل تانية. وفي الليله دي بيطلع جوليوس قدام الشعب كله وبيعلن ان اللي هجم على المدينه اتعدم خلاص وانهم بقوا في امان تاني. وبيغضب تيت جدا منه لانه بيتصرف من دماغه ولاغي وجوده خالص. ولما بيعرف تيت كل اللي حصل مع كاس بينصحه يقول لفلور الحقيقه كلها، وبيكون متاكد انها تفهمه وتقدر كل اللي حصل. وبيوري له كاس الرساله اللي معاه وبيقول له ان في حد تاني عارف الحقيقه. وبيقعد جوليوس طول الليل يتواصل مع السفينه وبيعرف معلومات سريه عن ناس كتيره جدا في المدينه. وبتشرح ستيلا لتيت انها قدرت تفك شفره من 4 حروف. وتاني يوم على طول بيتعب تيبر جدا وبيتصاب بفيروس مشابه لنفس الفيروس القديم اللي جه للناس زمان اول ما وصلوا للكوكب. وبيصمم جوليوس مره تانيه انهم لازم يخلصوا على النسخ اللي موجوده كلها، وبيصمم تيت كمان على رفضه، وبتفضل المشكله بينهم طول الوقت. وبيتصاب الاسير اللي معاهم كمان بنفس الفيروس، وبيكتشف الدكاتره ان المرض كل شويه بيتطور اكتر بطريقه خطيره جدا. وبيتصل جوليوس بالسفينه وبيبلغهم بخطته الجديده، وانه عايز يستخدم المرض المنتشر ضد تيت علشان يتخلص منه على الاخر. وفي نفس الوقت بيدخل جاك ورجالته ياخدوا فلور بالعافيه، وبيرفض يبرر اي حاجه من اللي بيعمله. وبيفتح جوليوس مع ستيلا وتيت موضوع خاص بمشروع اسمه اوميجا، وبيطالبهم يقولوا للناس كل حاجه عنه. وبتقلق ستيلا من حوار انهم اعتقلوا فلور ده، بس جوليوس بيطمنها وبيقول لها ان مفيش اي حل تاني علشان يعرفوا الحقيقه. وفي الاخر بيوافق تيت يديله الملف مقابل انه يسيب فلور في حالها. وبيتصدم جوليوس لما بيقرا الملف وبيعرف ان فلور هي كمان نسخه ومش بشريه زيهم. وبيتهم تيت انه ضعيف وبيخدع الشعب، وبيشوف انه بيعرض حياه الناس للخطر والانقراض من غير ما ياخد باله. وبيروح يتكلم مع فلور وبيبلغها انها نسخه، وطبعا هي مش بتكون قادره تصدق. وبتاخدها ستيلا من قدامه بالعافيه وبتحاول تهديها وبتاكد لها انها واحده منهم مهما كانت ايه. وبيبدا المرض ينتشر اكتر وبيتصاب ناس كتيره جدا بيه. وبيخطط جوليوس يتخلص من كل النسخ ويستغل فرصه المرض ده، وبيصمم يشيل كل الصلاحيات اللي مع فلور بما انها مش بشريه. وبيرفض جاك يدعمه المره دي وبيرفض تماما. وبتتكلم ستيلا مع تيبر في الحجر وبتعرف منه ان الحروف معناها الجينوم. ولما ليلى بتحاول تتكلم معاها وتصالحها بترفض وبتقول لها ان ده مش وقته خالص. وبيسمعهم جوليوس بالصدفه وبيضغط على ليلى لحد ما بتقول له على المكان اللي فلور مستخبيه فيه. وبيبلغ جاك بكل المعلومات وبيتحايل عليه يفضل في صفه احسن علشان يكسب في الاخر. وبيروح تيت يزور فلور وبيشرح لها انه خبى عليه لانه بيحبها جدا وبيعتبرها زي بنته، ورفض يسيبها مع النسخ اللي بره. وبتتصدم فلور لما بتعرف ان الحمض النووي بتاعه موجود في جسمها، وده معناه انها بنته اصلا. فبتمشي وبتسيبه من كتر الزعل. وبيخرج كاس وراها علشان يهديها. ولما بيلاقوا الكشافه بتجري وراهم بيخبيها كاس بسرعه في اوضه الراديو، وبيخرج علشان يشتتهم بعيد عنها. وبعدها بشويه بيتجمع كل مجلس المدينه وبيقنعهم جوليوس يسحبوا من تيت منصبه، لكن تيت بيصدمهم انه بيقدم استقالته وبيدي كل صلاحياته لجاك وبيقول لهم انه تعب جدا ولازم يستريح. وبينصحهم يبعدوا عن النسخ ويدوروا على حل للمرض احسن. وبيتضايق جوليوس جدا لانه كسب تعاطف كل المجلس. وبتشرح ستيلا لتيت ان الكلمه معناها الحمض النووي، وده معناه ان الكائنات دي بتقدر تتشكل بجسمهم وطبيعتهم كمان. وبتشوف ان الحل الوحيد حاليا البلد كلها تتقفل. وبتبدا علامات المرض تظهر على ليلى وفلور بتاخد بالها. وبتشرح ستيلا لجاك كل اللي بيحصل وبتحاول تلاقي حل معاه. وبيطلب تيت من كاس ياخد فلور بره البلد باي طريقه وبيسيبها في حمايه رودي احسن. ولما ستيلا بتعرف اللي حصل لبنتها بتزعل عليها جدا وبتفضل قاعده جنبها وقت طويل خالص. وبعدها بتدي تيت شويه اقتراحات لحل المصيبه دي،
وبتقرر تعمل قبة صوتية فوق المدينة كلها علشان تشوش على الإشارات دي والكائنات ما تقدرش تسيطر عليهم. وبيرفض جاك يكمل في مسرحية جوليوس وبيقول له إنهم لازم يحلوا المصايب اللي بتحصل الأول وبعد كده يفكروا في الكرسي ده. وبيتواصل جوليوس مع السفينة تاني وبيقرر يخلص على جاك كمان ويخلي ستيلا معاه علشان تساعده. وبيعرف إن السفينة خلاص بتستعد للهبوط. وبتوصل فلور مع كاس بره المدينة وبيستنوا رودي يجي ياخدها. وبيعترف كاس إنه كان مجرم وقتل طفل غصب عنه في مرة، ومن ساعتها ندم جدا وسلم العصابة كلها للشرطة. وقرر تيت يقف جنبه واخده معاه. وبيوصل رودي الصبح وبتودع فلور كاس وبتمشي. وفي الوقت ده القبة بتكون خلاص جاهزة ومش باقي غير إنهم ينشطوها. وبيصمم جوليوس يأجلوا الخطوة دي شوية لهدف كده في دماغه. وبتستغرب ستيلا من تصرفاته وبتقول له إن حماية الناس المفروض تكون الأولوية عنده. وبتروح تطلب المساعدة من تات. وبتوصل فلور مع رودي للمكان اللي عايش فيه وبيشرح لها إنهم لازم يمشوا من هنا لأن الجنود في طريقهم ليهم. وبيقف جاك في وش جوليوس وبيصمم ما يتحركش من مكانه إلا لما ينشط القبة ويتأكد إن الناس في أمان. وبيضطر جوليوس يعترف إن في سفينة فضائية هتهبط على الكوكب كمان شوية. وبعدها بشوية بيهجم شوية من الكشاف على أوضة الراديو وبيأمرهم جوليوس يوقفوا العملية كلها وبيمنع ستيلا تتحرك من مكانها. وفجأة جاك بيتكلم وبيفكروا إن هو الرئيس والكلمة الأولى والأخيرة ليه هو. وبيرفع كمان سلاحه ضده وبيأمر المساعدين ينشطوا القبة وبيأمرهم يعتقلوا جوليوس. وبكده بترجع السلطة لتيت من تاني. وبتفقد السفينة الاتصال بالكوكب. وبيشوف تيت نسخته التانية تاني وبيهدده إنه هيقضي على البشر كلهم. لكن تيت بيقف في وشه وبيقول له إنهم هيحموا نفسهم كويس وإن عمره ما هيفقد الحب والأمل في الحياة. وأول ما القبة بتشتغل الناس بتبدأ تتعافى. وبيخرج رودي وفريقه لطريقهم الجديد. وفي نفس اللحظة السفينة بتوصل للكوكب. ولحد هنا بتنتهي قصتنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.